الله على الاستقبال المحترم جدا جدا. تخيل معايا عزيزي المشاهد ان المدير الفني لمنتخب افريقيا الوسطى ولاعبين منتخب افريقيا الوسطى اللي هيواجهوا المنتخب المغربي في تصفيات كأس افريقيا 2025، تخيلوا لما المغاربة استقبلوهم افضل استقبال، تصريحات محترمة جدا جدا. وهقول لك قالوا ايه على المغرب وقالوا ايه على الشعب المغربي الطيب. واستعداد قوي جدا للاعبي المنتخب المغربي لمباراة أفريقيا الوسطى اللي إن شاء الله بعون الله هتكون يوم السبت القادم الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب والعاشرة بتوقيت مصر. كل التوفيق للمنتخب المغربي. وبعض الإعلاميين المصريين اللي بيشككوا إن المنتخب المغربي يقدر يكسب بطولة كأس أفريقيا، وبيقولوا إن المنتخب المغربي مالوش في الأدوار الإقصائية ومش هياخد البطولة على أرض وسط جمهوره ومش هيقدر ياخد البطولة. وريال مدريد اللي بيخلص وبيفنش في اللاعب المتألق والمبدع أشرف حكيمي البكرايت المنتخب المغربي، وبكرايت باريس سان جيرمان بعد إصابة كارفاخال. كلام كتير جدا جدا من داخل إدارة نادي ريال مدريد إن هم عايزين يتعاقدوا مع أشرف حكيمي. صلوا بينا على النبي، قولوا عليه الصلاة والسلام. عايزك تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد وحصري، وتعمل لايك وتشير وتركز معايا شوية. دايما اي بعثة بتسافر للمغرب علشان يلعبوا المنتخب المغربي، علشان يلعبوا على الاراضي المغربية، علشان ما عندهمش ملعب ويروحوا يلعبوا على ملعب المغرب يلعبوا ضد اي حد، دايما بيشكروا المغرب على الاستقبال. حتة الاستقبال عند المغاربة دي حاجة كبيرة جدا جدا، مفيش حد عربي ولا افريقي ولا في العالم سابقهم فيها. بكلمك بكل امانة وبكلمك بكل صراحة. المغاربة دايما بيستقبلوا اي حد بالادب والاحترام والاخلاق. مش مهم انت مين، مش مهم انت منتخب عربي او افريقي، مش مهم انت منتخب منين بالظبط، المهم ان احنا محترمين واي حد بيجي بلدنا بنستقبله بادب واحترام واخلاق. وده اللي حصل من المغاربة، استقبلوا منتخب جمهورية افريقيا الوسطى بكل ادب وبكل احترام وبالورود. تخيل معايا لاعبين جمهورية افريقيا الوسطى صرحوا وهم كده داخلين كده على المغرب والاستقبال العظيم، قالوا البلد دي بلد عظيمة واحنا بنحب ننزلها على طول علشان شعبها الطيب والمحترم والخلوق. وبعض اللاعبين اللي قالوا ان المغرب بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا جدا علشان دايما بيحترمونا وبيحسسونا ان احنا في بلدنا. اما المدير الفني لمنتخب افريقيا الوسطى اللي من كام يوم قال ان انا رايح المغرب علشان افوز على المنتخب المغربي وعلشان اخد ال6 نقاط مش ال3 نقاط، لا هو هيلعب مباراتين في المغرب في وجدة، فقال لك انا رايح المغرب علشان اخد ال6 نقاط، يعني افوز في المباراتين. لك كل الحرية يا عم، انت حر، قول اللي انت عايزه. انت عندك ثقة في فرقتك وعندك ثقة في نفسك انك تقدر تفوز على المنتخب المغربي، مفيش مشكلة، لك مطلق الحرية، والملعب هو اللي هيحسم اللقاء، والمغاربة دايما بيردوا في أرض الملعب. لكن لما المغاربة استقبلوه أفضل استقبال، اتكلم كلام هائل جدا جدا على المغرب وقال إن أنا رحت المغرب قبل كده كتير وعارف كرم وطيبة وأهل المغرب وعارف إن هم بيستقبلوا الجميع أفضل استقبال، فلكم مني كل الشكر وكل التقدير على استقبالكم لينا. ما شاء الله يا جماعة، والله العظيم الواحد بجد بيفرح من الحاجات اللي زي دي. يا جماعة في حاجات بسيطة كده لكن قيمتها كبيرة جدا، قيمتها كبيرة جدا جدا. ان لما يكون حد جاي عليك وتستقبله افضل استقبال، انت كده قيمتك بتعلى في نظره بشكل كبير جدا جدا جدا. وده اللي المغرب بيعمله. تخيل معايا لما يكون في اي مباراة بين المغرب والجزائر، المغاربة بيروحوا الجزائر بيتهانوا بيتشتموا بيتقل منهم، زي اللي شفناه او زي ما شفنا لاعيبة نهضة بركان في افريقيا في الكونفدرالية. ايه اللي حصل ليهم لما كانوا رايحين يلعبوا في الجزائر علشان يواجهوا نادي اتحاد العاصمة الجزائري؟ شفنا ايه اللي حصل ليه. لكن اتحاد العاصمة الجزائري لما جه المغرب علشان يلعب مباراة العودة اللي انسحب منها،
شافوا الأدب والاحترام، شافوا الاستقبال المحترم. حتى رئيس النادي بنفسه طلع وقال إن المغاربة استقبلونا أفضل استقبال وأنا أشهد ليهم. المنتخب الجزائري للسيدات، المباراة اللي كانت من كام يوم أو من كام شهر، اللي راحوا علشان يلعبوا في بطولة شمال أفريقيا على ما أعتقد أو تصفيات أفريقيا، شفنا استقبلوهم ازاي؟ استقبال سيء جدا وشتيمة وإهانات، رغم ان هم سيدات المفروض ان انتوا تحترموهم، مش رجال هم تسمعوهم ألفاظ بالطريقة دي ليه؟ ولكن سمعوهم ألفاظ للأسف الشديد. وأنا هنا ما بتكلمش على كل الجزائريين، في ناس جزائريين محترمين يتشالوا على الرأس، ولكن أنا بتكلم على فئة معينة. لكن لما جم المغرب شافوا الأدب والاحترام والأخلاق والمبادئ والقيم والطيبة من أهل المغرب. دي عادات يا جماعة، دي عادات عند المغاربة انهم دايما يكونوا محترمين مع الجميع. عادات عند المغرب انهم دايما يحترموا اي حد، سواء اجنبي افريقي عربي، ايا كان لونك وايا كان جنسيتك وايا كان دينك، مش مشكلة. هم عندهم قواعد وقوانين وعادات وتقاليد ماشيين عليها، هي اللي بتخليهم دايما يكونوا محترمين ويكونوا مؤدبين مع الجميع. ركز معايا شوية. سمعت بعض المصريين او بعض الاعلام المصري في برنامج امبارح، وانا طلعت واتكلمت على الموضوع ده ونزلت حلقه امبارح عليه، ان بعض الاعلاميين بيقولوا لك ان المغرب مش هياخد بطوله افريقيا الا ان المغرب ما بيقدرش يفوز في الادوار الاقصائيه وعنده ازمه كبيره جدا جدا. ومنهم اللي قال انا مش برشح المغرب ابدا انه يفوز ولا يوصل للنهائي ولا يوصل للمربع الذهبي. تخيل معايا، ولا يوصل للمربع الذهبي. انا عارف ان افريقيا عقده، يعني افريقيا بالنسبه للمغرب هي عقده، يعني المغرب من زمان ما خدش بطوله افريقيا، وانا معاك في الكلام ده. ولكن احنا دلوقتي ننسى الماضي وننسى اللي فات ونشوف دي سنه جديده ودي بطوله جديده، ودي على ارضك وسط جمهورك على ملعبك، اجواء مهيئه ليك. لا تقول لي رطوبه ولا تقول لي مش عارف درجه الحراره، لا، اجواء مهيئه ليك في المملكه المغربيه الشريفه انك تقدر تكسب وتفوز وتنتصر وتقدر تاخد البطوله. انا مش هرد على حد وانا مش هنتقد حد، ولا هقول انت قلت كده ليه، ولا هقول للجزائر انت قلت كده ليه، ولكن انا هوجه رسالتي للكابتن وليد الرجراجي وللاعبين المغرب. شايفين بيتكلموا عليكم ازاي؟ شايفين بيقللوا منكم ازاي؟ شايفين بيقولوا عليكم ان انتم مش هتقدروا تاخدوا افريقيا ازاي؟ انا عايز المنتخب المغربي في البطوله القادمه يسكت الجميع، يخلي الجميع هس، يخلي الجميع ما يقدرش يتكلم ولا كلمه، يخلي الجميع بعد كده يعمل تعظيم سلام للمنتخب المغربي بعد ما يفوز ان شاء الله ببطوله افريقيا على ارضه وسط جمهوره. المنتخب المغربي بيستعد بشكل قوي للمباراة القادمة ضد جمهورية أفريقيا الوسطى، المباراة اللي هتكون يوم السبت إن شاء الله بعون الله. نشوف أداء قوي، أداء مرعب للمنتخب المغربي. المباراتين اللي هيكونوا على الأراضي المغربية في مدينة وجدة. كل التوفيق للمنتخب المغربي إنهم يقدروا يفوزوا ويقدروا ينتصروا ويقدروا يفرحونا جميعا. أما المتألق والقائد والكبير أشرف حكيمي، أسطورة من أساطير الكرة العربية أو أساطير أفريقيا وأساطير العرب وأساطير المغرب، أشرف حكيمي يعني في كلام كتير هو مش رسمي، ولكن في كلام داخل إدارة ريال مدريد إن إدارة ريال مدريد عايزة تتعاقد مع أشرف حكيمي. قدامهم اختيارين، يا إما أشرف حكيمي يا إما لاعب ليفربول اللي هو أرنولد، يا إما أشرف حكيمي يا إما ألكسندر أرنولد، واحد منهم ريال مدريد عايز يتعاقد معاه. ولكن سمعت برضو إن باريس سان جيرمان هيجدد لأشرف حكيمي وإن أشرف حكيمي هيكمل مع باريس سان جيرمان. ولكن بعد إصابة كارفاخال الدنيا طبعا مقلوبة في ريال مدريد، ولازم يكون في واحد قوي جدا جدا مكان كارفاخال، علشان انت داخل على بطولة قوية وداخل على بطولات، او ان انت بتنافس في دوري الابطال وبتنافس في الدوري، فانت لازم يكون عندك واحد بقوة وشراسة كارفاخال. فكل التوفيق لأشرف حكيمي، وانا اتمنى والله ان هو ينتقل لريال مدريد، هينافس على بطولة دوري الأبطال، هيظهر أكتر، هيكون في الصورة أكتر، لأن مهما كان ريال مدريد أفضل وأعظم وأقوى من نادي باريس سان جيرمان، وكمان يكون جنب زميله السابق كيليان امبابي. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهاردة. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكل اخواتي المغاربة المحترمين اللي دايما بيدعموني واللي دايما بيبعتوا لي رسائل محترمة. شكرا لكم من القلب. ما تنساش في النهاية
تدعي دعوة حلوة لأخواتنا إن ربنا ينصرهم إن شاء الله وبعون الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.